السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا أصدقاء؟ عساكم بخير إن شاء الله. أهلا بكم في قناة ميت شوت. معاكم حمزة ناصر. النهاردة إن شاء الله داخلين على واحد من أهم وأصعب المواضيع اللي بتيجي لأي طالب في المجال الطبي وأي حد بيشتغل في الطوارئ أو العناية المركزة. موضوع ناس كتير بتخاف منه وناس أكتر بتحفظه من غير ما تفهمه، لكن بعد الفيديو ده بإذن الله مش هتشوفوا معقد تاني. في الفيديو ده هنفهم مع بعض يعني إيه EBG وليه بنعمله وإزاي نفك أرقامه خطوة بخطوة، ونعرف نفرق بين الميتابوليك والريسبيراتوري او الكومبنسيتد والميكسد ديس اوردر. مش حفظ، فهم ومنطق والتطبيق كلينيكي حقيقي. لو انت طالب او شغال في الICU او الطوارئ الفيديو ده معمول مخصوص ليك. خليك معايا للاخر ويلا نبدا مع بعض. اول حاجه لازم نكون فاهمينها يعني ايه الEBG. EBG اختصار لارتيريال بلاد جازز، يعني تحليل غازات الدم الشريانيه، والتحليل ده بيقول لنا حاله المريض التنفسيه وحاله التوازن الحمض القاعدي وهل الاكسجين واصل كويس ولا لا. يعني باختصار اي قرار خطير في الICU سواء تتييب او تعديل فنتيليشن او نقل للICU بيبدا بورقه EBG. الجزء الثاني معانا اماكن سحب العينه الشريانيه دي. العينه لازم تكون شريانيه ودي اشهر اماكن السحب. معانا راديال ارتري، بريكيال ارتري، وفيمورال ارتري. الترتيب من حيث الامان الراديال بيكون افضلهم واقلهم خطوره، بعده البريكيال، واخر اختيار بيكون الفيمورال. طيب تعالوا باختصار شديد نقول ازاي بنسحب الEBG من الاماكن دي. اول حاجه معانا الراديال ارتري وده افضل مكان، اكثر مكان امن واسهل مكان للسحب. طريقه السحب بتاعته بنضع الايد مفروده والبالم بتكون لفوق، بنثبت الرسغ بزاويه بسيطه للخلف تحس النبض كويس، وبندخل الابره بزاويه 30 ل 45 درجه، وبتكون البيفي الاب اول ما تدخل الشريان السرنجه تتميل لوحدها لان الارتري بيكون بالسيتنج. وخلي بالك الراديال ارتري بيكون على امتداد الصابع الكبير اللي هو الثامب. ملحوظه مهمه هنا، لو المريض واعي ده الاختيار الوحيد. معانا بقى حاجه اسمها الينز تيست. قبل اي سحب من الراديال لازم نعمل الينز تيست ده. الطريقه ان احنا نقفل الشريانين اللي هو الراديال والالنر مع بعض، بنطلب من المريض يقفل ويفتح ايده، نسيب الالنر ونفضل قافلين على الراديال. لو لون الايد رجع طبيعي في اقل من 5 ثواني يبقى نستخدم الراديال عادي، اما لو ما رجعش ما نسحبش من الراديال خالص. تاني واحد معانا هو البريكيال ارتري، الشريان العضدي. اختيار تاني بس بحذر، مكانه بيكون في الحفره اللي قدام الكوع، منطقه اسمها انتي كيوبيتال فوسا، بيكون جنب العصب والوريد على امتداد الصابع الصغير. طريقه السحب هنا الذراع بتكون ممدوده، بتحس النبض بوضوح، بتدخل الابره 45 ل 60 درجه وبتثبت الايد كويس من غير رباط. بس في تحذير هنا، خطر اصابه العصب او حدوث نزيف بيكون اعلى من الراديال. تالت واحد معانا هو الفيمورال ارتري، الشريان الفخذي. اخر اختيار معانا للحالات الحرجه بس، مكانه بيكون جاست بلو انجوينال ليجامنت، بين الوريد والعصب. طريقه السحب المريض بيكون نايم، الفخذ بيكون مفرود، تحس النبض كويس، بندخل الابره بزاويه من 60 ل 90 درجه، وبعد السحب بنضغط ضغط قوي. ملاحظات مهمه هنا، احتمال كبير في الحاله دي يحصل نزيف، لازم تضغط مكان المنطقه اكتر من 10 دقائق، وخطر العدوى بيكون اعلى في المنطقه دي. طيب ملخص سريع للجزء ده، الراديال هو الامان، البريكيال بيكون بحذر، الفيمورال للضروره، الالينز تيست قبل اي راديال خطوه ما ينفعش تنساها. الجزء اللي بعد كده بنتكلم عن التخدير الموضعي، نقطه ناس كتير بتغفل عنها. سحب الEBG بيكون مؤلم جدا، وعشان كده لو المريض واعي معانا لازم مخدر موضعي. بنستخدم الليدوكاين سبراي او زايلوكين انجكشن، بيكون حوالي 30 شرطه من سرنجه انسولين. ليه التخدير ده مهم؟ لانه بيقلل الالم على المريض ويمنع التقلص اللا ارادي للشريان اللي بنسميها involuntary arterial spasm. يعني باختصار من غير مخدر الشريان يقفل على نفسه والدم يقل والسحب يبقى صعب، لكن المخدر يعمل توسيع في الشريان اللي هو فازو دايليشن والسحب يبقى اسهل. الجزء الرابع معانا بنتكلم عن سرنجات الهيبارين. عينه الEBG لازم تتاخد في سرنجه فيها هيبارين، يا اما سرنجه جاهزه يا اما نجهزها يدوي، وافضل نوع معانا بيكون ليثيوم هيبارين. ايه السبب؟ لانه ما بيلعبش في الصوديوم ولا البوتاسيوم. فمثلا عندنا انواع ممنوعه زي الهيبارين صوديوم، ده بيزود نسبه الصوديوم في العينه، وكمان الكالي هيبارين بيزود البوتاسيوم في العينه، ودي غلطه ممكن تبوظ التحليل كله. الجزء الخامس معانا تسهيل تحسس النبض. قبل السحب بنحط رباط ضاغط او رولر باندج تحت الكوع علشان النبض يطلع واضح ونبقى داخلين على الشريان بثقه. الجزء السادس معانا الضغط بعد السحب. بعد ما نسحب العينه لازم ضغط محترم على المكان، بيكون من 5 ل 10 دقائق في الحالات العاديه. الفيمورال بيكون ضغط اطول، ومرضى الانتي كواجولانت اكتر من 10 دقائق. التهاون هنا بيكون خطر في حدوث نزيف او هيماتوما.
الجزء السابع معانا التلج كبديل للتخدير. لو مفيش ليدوكاين معانا نقدر نستخدم التلج. بنلف تلج في شاش وبنحطه على المكان من 3 ل 5 دقائق. الفايده ان هو بيقلل الاحساس بالالم وما بيأثرش على تدفق الدم، ولكن خلي بالك لو اكتر من 10 دقائق بيعمل ارتيريال كونستريكشن، تقلص في الشرايين، ويبوظ السحب. اخر ملحوظه معانا هنا ازاي نفرق بين العينه الشريانيه والوريديه. اثناء السحب العينه الشريانيه بتكون بالسيتنج والدم احمر فاتح والسرنجه تتمل لوحدها تقريبا، اما الدم الوريدي بيكون لونه غامق ومحتاج تسحب بايدك. وممكن تعرفه برضه من نتيجه التحليل نفسها. الاكسجين ساتيوريشن في العينه الشريانيه بيكون 70%، فلو لقيته اقل من 70% بنشك. بنبص على البي اي او 2، لو طلعت معانا 40 ملم ميركوري بيكون عينه شريانيه، اما لو طلعت اقل من 40 بتكون عينه وريديه. الارقام دي بتنقذك لو العينه اتلخبطت. طيب ممتاز جدا. اهم 3 حاجات معانا في الاي بي جي. اي اي بي جي لازم نبص على 3 حاجات مهمه جدا فيه. اول حاجه البي اتش. البي اتش ده بيحدد اذا الدم حمضي ولا قاعدي زي ما كلنا عارفين. تاني حاجه معانا الاتش سي او 3 بيكربونات، ده ليه علاقه بالكليه. لو في مشكله هنا بنسميها ميتابوليك، وبنبص على الاتش سي او 3 هل هو زياده ولا قليل علشان نحسب هل هو اسيدوزز ولا الكالوزز، وهنفهمهم بالتفصيل كمان شويه. تالت حاجه معانا هو البي سي او 2، ده بيحدد شغل الرئه، فلو حصل فيه مشكله بنسميها ريسبيريتوري. وطبعا برضو لو عالي او قليل بيكون اسيدوزز او الكالوزز. وما تستعجلش، كل حاجه هنشرحها واحده واحده بالتفصيل كمان شويه. وكمان معانا معلومه مهمه جدا، لو في خلل حصل في الكليه او الرئه التاني بيحاول يعوض الخلل علشان النظام يمشي سليم. ممتاز جدا. طيب تعالوا نفهم الحاجات دي بالتفصيل شويه. اول حاجه معانا هو البي اتش. البي اتش معانا معناه النيجاتيف لوغاريتم اوف هيدروجين ايون كونسنتريشن، يعني اللوغاريتم السالب لتركيز ايون الهيدروجين، والنسبه الطبيعيه بتاعته بتكون من 7.35 ل 7.45، وكلنا عارفين النقطه دي. تاني حاجه معانا هو الاتش سي او 3، ده بيكون تركيز البايكارب في الدم، النسبه الطبيعيه بتاعته بتكون من 22 ل 26 ملي ايكويفالنت. وعاوزين نجمع النقطه دي مع بعض. البي اتش شبه الاتش سي او 3، فلو الاثنين زادوا عن النسبه الطبيعيه بتاعتهم بتكون حاله الكالوزز، اما لو الاثنين قلوا عن النسبه الطبيعيه بتاعهم فبتكون حاله دي اسيدوزز. تالت حاجه معانا هو البي سي او 2، ودي معناها البارشال بريشر اوف كربون دايوكسيد ان ارتيريال بلاد، يعني الضغط الجزئي لثاني اكسيد الكربون في الدم الشرياني، والنسبه الطبيعيه بتاعته بتكون من 35 ل 45 ملم ميركوري. البي سي او 2 بقى بيكون عكس البي اتش والاتش سي او 3، فلو نسبته زادت عن الطبيعي بيكون اسيدوزز، اما لو نسبته قلت عن المستوى الطبيعي بتاعه بيكون حاله الكالوزز. وبرضه هناخد عليها امثله واوضح لك كل حاجه كمان شويه، بس ركز معايا في النقطه دي. معانا كمان البي اي او 2، ودي معناها البارشال بريشر اوف اوكسجين ان ارتيريال بلاد، يعني الضغط الجزئي للاكسجين في الدم الشرياني، والنسبه الطبيعيه بتاعتها بتكون من 80 ل 100 ام اتش جي. ده مهم جدا علشان هو اللي بيحدد هل المريض ده عنده هايبوكسيميا ولا ما عندوش. فمثلا لو لقيت النسبه بتاعته اكتر من 80 فده طبيعي معانا، لو اقل من 80 فده بيكون مايلد هايبوكسيميا، لو اقل من 70 مودريت هايبوكسيميا، لو اقل من 60 بيكون سيفير هايبوكسيميا. اخر حاجه معانا هو الاكسجين ساتوريشن، وده معناه تشبع الهيموجلوبين بالاكسجين، النسبه الطبيعيه بتاعته بتكون من 95 ل 100%، وده بيحدد هل المريض معانا محتاج اكسجين ثيرابي ولا مش محتاج. معانا بقى ملحوظه مهمه هنا جدا، درجات الهايبوكسيميا بتختلف حسب المرجع، لكن عمليا اي بي اي او 2 اقل من 60 ام اتش جي بيعتبر حاله خطيره وتحتاج تدخل فوري. يبقى اللي عاوزك تخرج بيه من هنا، اول ما تشوف اي بي جي تخرج الارقام تحت بعض بالطريقه دي، تطلع البي اتش 735 ل 745، الاتش سي او 3 22 ل 26، البي سي او 2 من 35 ل 45. دول بالظبط نقدر نخرج منهم الانتربريتيشن، وهعرفك ازاي دلوقتي. وممكن يطلب منك تعرف هل عنده هايبوكسيميا ولا لا، فاللي يعرفنا هو البي اي او 2، تحط الرقم بتاعه برضه من 80 ل 100. طيب تعالوا ناخد امثله على النقطه دي، وخلي بالك احنا بنمشي تبع البي اتش، يعني اللي بيطلع زيه بنعمل انتربريتيشن على اساسه. طب يلا بينا على اول مثال. شوف المثال اللي قدامنا ده كده، معانا البي اتش 728. تفكر معايا 728 للبي اتش، ده قيمته اقل من الطبيعيه، يبقى الحاله ديت اسيدوزز. ممتاز. ندخل على الاتش سي او 3، لقيته 18، برضه القيمه ديت اقل من الطبيعي، وقلنا البي اتش شبه الاتش سي او 3، فالاتش سي او 3 برضه اسيدوزز. طيب ندخل على السي او 2، لقيتها 30، دي برضه اقل من الطبيعي، والسي او 2 عكسهم، يبقى دي اسيدوزز. طيب ايه اللي شبه البي اتش؟ هو الاتش سي او 3، وقلنا الاتش سي او 3 مشكله ميتابوليك، يبقى الحاله ديت ميتابوليك اسيدوزز. يبقى تاني كده سريعا ركز معايا، احنا بنشوف البي اتش وبعدين بنشوف النظامين التانيين اللي هو الاتش سي او 3 والسي او 2، اللي شبه البي اتش بنعمل انتربريتيشن على اساسه. يعني هنا البي اتش كانت اسيدوزز، اللي طلع اسيدوزز زيها هو الاتش سي او 3، وزي ما قلت لك الاتش سي او 3 مشكله ميتابوليك والسي او 2 مشكله ريسبيريتوري. ممتاز، ده اللي عاوزك تعرفه من النقطه دي. يبقى تاني احنا طلعنا البي اتش اسيدوزز والاتش سي او 3 اسيدوزز برضه، وقلنا الاتش سي او 3
ميتابوليك يبقى الحاله على بعضها ميتابوليك اسيدوزيس. ممتاز. طيب ندخل على البي اي او 2 لقيتها 75. نرجع للجدول بتاعنا. 75 ده بيشير لمايلد هايبوكسيميا، فتحط انتربريتيشن كده ميتابوليك اسيدوزيس وذ مايلد هايبوكسيميا. ممتاز جدا. طب ندخل على مثال تاني. معانا البي اتش 732 ده اقل من الطبيعي، يبقى دي مشكله اسيدوزيس. طب نشوف الاتش سي او 3 لقيتها 28 ده اكتر من الطبيعي، فديت حاله الكالوزز. دخلت على السي او 2 لقيتها 55 دي برضو اعلى من الطبيعي، وهنا بيكون اسيدوزز. طيب لقيت البي اتش اسيدوزز اللي شبهها كان السي او 2، وقلنا السي او 2 مشكله ريسبيريتوري، يبقى الحاله هنا هتكون ريسبيريتوري اسيدوزز. ممتاز جدا. ندخل على البي اي او 2 لقيتها 65. نرجع على الجدول بتاعنا. 65 تشير لمودريت هايبوكسيميا، فالانتربريتيشن بتاعنا بيكون ريسبيريتوري اسيدوزز وذ مودريت هايبوكسيميا. جميل جدا. المثال الثالث معانا البي اتش معانا 7.50 دي نسبه اكتر من الطبيعيه، الحاله دي الكالوزز. ممتاز. الاتش سي او 3 لقيتها 32 اكتر من الطبيعي، حاله الكالوزز. السي او 2 لقيتها 40 اكتر من الطبيعي، بس دي اسيدوزز. ممتاز. لقيت البي اتش الكالوزز اللي شبهها طلع الاتش سي او 3 الكالوزز برضه. الاتش سي او 3 ميتابوليك، يبقى الحاله هنا ميتابوليك الكالوزز. ممتاز جدا. طيب نبص على البي اي او 2 لقيتها 55 يبقى ده سيفير هايبوكسيميا، يبقى الانتربريتيشن معانا ميتابوليك الكالوزز وذ سيفير هايبوكسيميا. المثال الرابع والاخير معانا هنا البي اتش لقيتها 7.48 ده اكتر من الطبيعي، يبقى دي حاله الكالوزز. عاوزين نشوف مين الكالوزز اللي شبهها. دخلنا على الاتش سي او 3 لقيتها 22 دي طبيعيه، ديت عادي مفيش فيها مشكله. دخلت على السي او 2 لقيتها 28 ده اقل من الطبيعي، فدي حاله الكالوزز. يبقى كان معانا البي اتش الكالوزز، الالكالوزز اللي شبهها كان السي او 2، فدي حاله ريسبيريتوري الكالوزز. دخلنا على البي اي او 2 لقيتها 78 فده مايلد هايبوكسيميا، يبقى الانتربريتيشن بتاعنا ريسبيريتوري الكالوزز وذ مايلد هايبوكسيميا. ممتاز جدا. معانا بقى ملحوظه مهمه جدا هنا، السبب في اختلاف المراجع لل HCO3 بعض الكتب او المعامل بتستخدم من 22 ل 26 كالمدى الطبيعي الكلاسيكي بتاعها، اما بعض المراجع الحديثه او المختبرات الكبيره بتدي من 22 ل 28، وده مجرد فرق بسيط بسبب الاجهزه او طريقه القياس. الحاجه المهمه التركيز بيكون تقريبا حوالين ال 24 ملي ايكويفالنت، اي رقم قريب من 22 ل 28 طبيعي. المبدا العام اللي تمشي عليه امشي دايما حسب المرجع اللي المختبر اللي بتشتغل معاه بيستخدمه، يعني لو تقرير المعمل عندك من 22 ل 26 استخدمه كانتربريتيشن، اما لو التقرير من 22 ل 28 استخدمه هو. ندخل بقى على نقطه مهمه جدا، الامثله اللي فاتت خرجنا منها 4 حالات وهم الريسبيراتوري اسيدوزز او الكالوزز والميتابوليك اسيدوزز او الكالوزز. طيب تعالوا باختصار كده نفهم معناهم ايه وبعدين نشرحهم بتفصيل. بدايه ريسبيراتوري اسيدوزز احنا اتكلمنا عن ريسبيراتوري، قلنا مشكله في الرئه لها علاقه بالبي سي او 2. طيب المشكله هنا البي سي او 2 كان عالي ولا قليل؟ بنشوفها بالاسيدوزز، اسيدوزز يعني البي سي او 2 كان عالي، يبقى الحاله ديت كان فيها بي سي او 2 عالي، ودي مشكله في الرئه. قلنا مين اللي يعوض؟ الكليه تعوض، فعلشان تعادل السي او 2 المرتفع بتزود نسبه البايكارب، وهنفهمها كمان شويه بالتفصيل. طيب تاني حاله معانا كانت ريسبيراتوري الكالوزز، ريسبيراتوري يعني مشكله في الرئه، الكالوزز يعني السي او 2 كان قليل، علشان الكليه تعوض بتقلل نسبه البايكارب، وبرضه هنفهمها بالتفصيل كمان شويه. تالت مشكله معانا وهي الميتابوليك اسيدوزز، ميتابوليك يعني مشكله في الكليه، يعني البايكارب اللي متاثر، اسيدوزز معناها البايكارب كان قليل، فالرئه تعوض هنا وتقلل نسبه البي سي او 2. اخر حاله معانا وهي كانت الميتابوليك الكالوزز، ميتابوليك يعني مشكله في الكليه والبايكارب هو اللي متاثر، الكالوزز يعني البايكارب كان عالي، فالرئه تحاول تعادل فتزود نسبه البي سي او 2. ممتاز جدا. اول سؤال لازم نساله، ليه الجسم ممكن يعمل كومبنسيشن اصلا؟ الجسم عنده هدف واحد بس، يحافظ على البي اتش قريب من الطبيعي من 735 ل 745، فلما عضو يبوظ الدنيا زي الرئه او الكليه العضو الثاني بيدخل يصلح اللي يقدر عليه. القاعده الذهبيه معانا هنا ميتابوليك بروبلم اللنج تعوض، ريسبيراتوري بروبلم الكدني هي اللي تعوض. طيب تعالوا نشرحها بشكل مفصل اكتر بقى. اولا لو المشكله ميتابوليك يعني الخلل جاي من الاتش سي او 3 من الكليه نفسها، يبقى الرئه هي اللي هتدخل تعوض. فالميتابوليك اسيدوزز المشكله الاساسيه ان البايكارب كان قليل، اللي بيحصل جوه الجسم ان ايونات الهيدروجين بتزيد، فده يعمل ستيميوليشن للهيدروجين سنسيتيف كيمو ريسبتورز الموجوده في الكاروتيد ارتري، الاشاره دي توصل لللور برين ستيم فيحصل زياده في الفنتيليشن فالمريض يتنفس اسرع واعمق. فالنتيجه معانا هنا ان البي سي او 2 بيقل فيحصل ريسبيراتوري الكالوزز علشان يعادل الحموضه. اما لو الحاله كانت ميتابوليك الكالوزز المشكله الاساسيه ان البايكارب كان عالي، فاللي بيحصل جوه الجسم ايونات الهيدروجين بتقل فيحصل سايلنس للكيمو ريسبتورز فيقلل الاستيميوليشن لمركز التنفس اللي في اللور برين ستيم فيقلل الفنتيليشن. النتيجه ان نسبه البي سي او 2 بتعلى فيحصل ريسبيراتوري اسيدوزز يعوض القلويه. ملحوظه مهمه جدا، تعويض الرئه بيكون سريع جدا من دقائق لساعات. طيب لو المشكله ريسبيراتوري يعني الخلل جاي
جاي من البي سي او 2 من الرئه نفسها، يبقى الكليه هنا هي اللي هتدخل تعوض. فلو الحاله ريسبيريتوري اسيدوزز، المشكله الاساسيه ان البي سي او 2 هو اللي عالي، فالكليه هتدخل تعوض عن طريق ان هي بتزود الري ابسوربشن للبايكارب من البروكسيمال توبيولز، فيزود نسبه البايكارب في الدم، فالنتيجه معانا يحصل ميتابوليك الكالوزز علشان يعادل الحموضه اللي حاصله. واخيرا لو الحاله كانت ريسبيريتوري الكالوزز، مشكلتها الاساسيه كانت نقص نسبه البي سي او 2، فالكليه تدخل تعوض فتعمل انهبيت ري ابسوربشن اوف اتش سي او 3، تقلل امتصاص البيكارب فيقل البيكربونات في الدم، النتيجه هنا يحصل ميتابوليك اسيدوزز بتعادل القلويه اللي حصلت. ملحوظه معانا مهمه برضو هنا ان الكليه تعويضها بطيء جدا، بيحتاج من 6 ل 12 ساعه او اكتر، وعلشان كده بنقسم اضطرابات التنفس اللي حاصله لاكيوت ريسبيراتوري ديس اوردر بيحصل قبل ما الكليه تعوض، اما الكرونيك ريسبيراتوري ديس اوردر بعد ما التعويض الكلوي يكتمل. هرجع تاني اقول لك القيم الطبيعيه اللي نمشي عليها دايما، واهم 3 ارقام معانا: البي اتش من 735 ل 745، الاتش سي او 3 من 22 ل 26، البي سي او 2 من 35 ل 45. الثلاثه دول هم مفتاح الحكم على اي كومبنسيشن. الكومبنسيشن دي ممكن نلاقي منها 4 انواع، ركز معايا في النقطه دي مهمه جدا. اول حاجه ممكن نلاقي فولي كومبنسيتد، بنلاقي البي اتش طبيعيه والبي سي او 2 او الاتش سي او 3 الاثنين بيكونوا ابنورمال وعكس بعض، معناها هنا ان الجسم لحق يعوض المشكله ورجع البي اتش طبيعي. طيب البي اتش بقى لو كانت ابنورمال، هنا معاك 3 حالات، بنبص على البي سي او 2 والاتش سي او 3، لو واحده نورمال والثانيه ابنورمال دي حاله بتكون انكمبنسيتد، يعني لسه ما فيش كومبنسيشن حصل. اما لو الاثنين كانوا ابنورمال، واحده اسيدوزز وواحده الكالوزز، الحاله دي بنسميها بارشال كومبنسيتد، يعني الجسم بدا يعوض بس لسه ما كملش. اما لو جيت تشوف الثلاث قيم مع بعض ولقيتهم الثلاثه يا اما اسيدوزز او الثلاثه الكالوزز، دي بنسميها ميكسد ديس اوردر، يعني عندك مشكلتين مع بعض ومفيش تعويض. باختصار شديد احنا مجمعينهم في الجدول ده. بدايه انت بتشوف البي اتش، لو نورمال يبقى دي حاله على طول كومبنسيتد، لو اب نورمال معاك 3 حالات. بتشوف القيمتين التانيين، لو واحده نورمال والثانيه اب نورمال بتكون حاله ان كومبنسيتد، اما لو الاثنين اب نورمال واحده اسيدوزز وواحده الكالوزز بتكون حاله بارشال كومبنسيتد، اما لو الثلاثه اب نورمال والثلاثه في نفس الاتجاه سواء اسيدوزز او الكالوزز دي بتكون حاله اسمها ميكسد ديس اوردر. ممتاز جدا، يعني بقول لك خلاصه عشان تحفظها بسرعه، ابدا على طول بالبي اتش. لو البي اتش طبيعيه بتكون حاله كومبنسيتد، لو مش طبيعيه معاك 3 حالات. بنبص على القيمتين التانيين، لو عكس بعض بتكون بارشال كومبنسيتد، واحد طبيعي ان كومبنسيتد، لو الاثنين في نفس الاتجاه بتكون ميكسد. بس كده. معانا بقى ملاحظه مهمه جدا قبل ما نبدا الامثله، في بعض امثله الاي بي جي ممكن تلاقي البي اتش طبيعي والقيمتين التانيين ابنورمال، واحده اسيدوزز واحده الكالوزز، هنا بنقول ان الحاله كومبنسيتد. تمام جدا، لكن بيجي السؤال المهم بقى، نحدد الاتجاه الاساسي ازاي، اسيدوزز ولا الكالوزز من البي اتش؟ الحل ببساطه احنا بنعتبر ان متوسط البي اتش الطبيعي بيكون 7.40، لو بي اتش اقرب او اعلى من 7.40 نعتبر الاتجاه الكالوزز، لو البي اتش اقرب او اقل من 7.40 بنعتبر الاتجاه الاساسي اسيدوزز. طب سؤال عبقري هنا بقى، افرض كانت قيمه البي اتش 7.40 بالظبط، في الحاله دي بنركز مع القيمه الاكبر تاثيرا او الرقم اللي خارج اكتر عن الطبيعي، وهو ده اللي تحدد على اساسه الاتجاه الاساسي. وما تقلقش هتشوف امثله كتير جدا كمان شويه وهنفهم الموضوع بشكل عملي وسهل ومش هتغلط ابدا ان شاء الله. اول مثال معانا في بي اتش طبيعيه وقيمتين ابنورمال وعكس بعض، فنيجي كده نشوف البي اتش لقيتها 7.43 فده طبيعي، على طول شفت البي اتش طبيعيه يبقى دي حاله كومبنسيتد. ممتاز جدا، تعالوا نكمل. دخلنا على الاتش سي او 3 لقيتها 18 اقل من الطبيعي فدي حاله اسيدوزز. البي سي او 2 لقيتها 30 اقل من الطبيعي ودي حاله الكالوزز. قلنا نعمل ايه في الحاله دي؟ البي اتش لقيتها اعلى من 7.40 فالاتجاه هنا يشير للكالوزز. مين اللي كان معانا الكالوزز هنا؟ البي سي او 2 هو اللي كان الكالوزز، فنقول الحاله ديت ريسبيريتوري الكالوزز، وطبعا قلنا اللي هي كومبنسيشن، فبنيجي نعمل انتربريتيشن كده بنقول ريسبيريتوري الكالوزز with compensated metabolic acidosis، يعني الاتجاه الثاني هو اللي عوض، او ممكن نختصرها كده compensated respiratory alkalosis ايا يكن. طيب نبص على قيمه البي اي او 2 لقيناها 75، دي معناها مايلد هايبوكسيميا، يبقى الانتربريتيشن كامل معانا respiratory alkalosis with compensated metabolic acidosis with mild hypoxemia. ممتاز جدا، ما تقلقش معانا امثله ثانيه كتير. المثال الثاني معانا لقينا البي اتش 7.36 ده نورمال، يبقى الحاله دي كومبنسيتد على طول. الاتش سي او 3 لقيتها 20 اقل من الطبيعي فدي حاله اسيدوزز. البي سي او 2 28 اقل من الطبيعي فدي حاله الكالوزز. قلنا هنا عشان نحدد بنرجع للبي اتش، البي اتش اقل من 7.40 فدي اقرب للاسيدوزز. مين اللي كان معانا اسيدوزز هنا؟ الاتش سي او 3 هي اللي كانت اسيدوزز، فالحاله معانا هنا ميتابوليك اسيدوزز وكانت كومبنسيتد، فبنعمل انتربريتيشن كده ميتابوليك اسيدوزز with
compensated respiratory alkalosis او باختصار compensated metabolic acidosis. طيب نبص على البي اي او 2 كانت معانا 65 ده moderate hypoxemia فتعمل interpretation كامل compensated metabolic acidosis with moderate hypoxemia. احسنت ما شاء الله عليك. المثال الثالث معانا لقينا البي اتش 7.40. هنا المشكله بقى البي اتش هنا نورمال بس عاوزين نحدد الاتجاه هل هو الكالوزز ولا اسيدوزز. القيمتين التانيين هم اللي هيعرفونا بس دي بدايه حاله كومبنسيتد. ممتاز. الاتش سي او 3 لقيتها 30 وده اعلى من الطبيعي فالحاله هنا الكالوزز. البي سي او 2 لقيتها 50 اعلى من الطبيعي فدي حاله اسيدوزز. طب بنحدد ازاي الحاله اسيدوزز ولا الكالوزز هنا؟ نشوف الاتش سي او 3 لانها اكتر من الطبيعي باربع ارقام اللي هو من 26 ل 30 اربع ارقام معانا هنا. دخلنا على البي سي او 2 لانها اكتر من الطبيعي بخمس ارقام فهنا اللي هيغلب البي سي او 2 فالحاله هنا تبقى ريسبيريتوري على طول. البي سي او 2 كان عالي فده كان اسيدوزز يبقى الحاله هنا ريسبيريتوري اسيدوزز. هنا بقى قلنا دي حاله كومبنسيتد ولكن هنا ممكن نقول حاله فولي كومبنسيتد لان البي اتش متوسط بالظبط. يبقى الانتربريتيشن بنعمله ازاي؟ ريسبيريتوري اسيدوزز with fully compensated metabolic alkalosis او باختصار fully compensated respiratory acidosis. طيب بصينا على البي اي او 2 لقيناها 55 فده سيفير هايبوكسيميا يبقى الانتربريتيشن كامل معانا fully compensated respiratory acidosis with severe hypoxemia. احسنت يا صديقي. المثال الرابع معانا البي اتش لقيتها 7.28 اقل من الطبيعي فدي حاله اسيدوزز. طيب دخلت على الاتش سي او 3 لقيتها 16 اقل من الطبيعي فدي حاله اسيدوزز برضه يبقى كده عرفنا ان هي ايه؟ ميتابوليك اسيدوزز. طيب دخلنا على البي سي او 2 لقيتها 32 اقل من الطبيعي فدي حاله الكالوزز. طيب عاوزين نحدد نوع الكومبنسيشن بالظبط. قلنا لو البي اتش اب نورمال معانا ثلاث اتجاهات. الاتجاه اللي هنا فيهم ان القيمتين التانيين اب نورمال واحده اسيدوزز واحده الكالوزز فبنقول الحاله دي اسمها بارشال كومبنسيشن. يبقى معانا الانتربريتيشن بنكتبه كده ميتابوليك اسيدوزز with partial compensated respiratory alkalosis او بنختصرها partial compensated metabolic acidosis. بصينا على البي اي او 2 لقيناها 78 فهنا مايلد هايبوكسيميا بنعمل بقى انتربريتيشن كامل partial compensated metabolic acidosis with mild hypoxemia. ممتاز. المثال الخامس معانا البي اتش 7.30 دي حاله اسيدوزز. الاتش سي او 3 24 ده نورمال طبيعي معانا يبقى على طول كده نحدد مستوى الكومبنسيشن ازاي؟ ده البي اتش هنا اب نورمال والقيمتين التانيين فيهم واحده نورمال يبقى دي حاله على طول uncompensated. ممتاز جدا. بصينا على البي سي او 2 لقيناها 55 اعلى من الطبيعي فدي حاله اسيدوزز يبقى الحاله هنا على طول ريسبيراتوري اسيدوزز. نعمل انتربريتيشن uncompensated respiratory acidosis. بصينا على البي اي او 2 لقيناها 68 دي حاله مودريت هايبوكسيميا فالانتربريتيشن كامل uncompensated respiratory acidosis with moderate hypoxemia. ممتاز جدا. المثال السادس معانا والاخير البي اتش كانت 7.18 دي حاله اسيدوزز. الاتش سي او 3 كانت 14 اسيدوزز. السي او 2 كانت 60 اسيدوزز برضه. الله الثلاث قيم ابنورمال وزي بعض في نفس الاتجاه اسيدوزز يبقى ده حاله بنسميها ميكسد او كومبايند ميتابوليك اند ريسبيراتوري اسيدوزز. بصينا على البي اي او 2 لقيناها 50 فده سيفير هايبوكسيميا فتعمل انتربريتيشن كامل ميكسد او كومبايند ميتابوليك اند ريسبيراتوري اسيدوزز with severe hypoxemia. احسنت يا صديقي والله انا فخور بيك جدا. الخلاصه معانا هنا في النقطه دي اتجاه الحاله بيتحدد باتجاه البي اتش. القيمه اللي ماشيه مع البي اتش بيكون برايمري ديس اوردر القيمه العكسيه بتكون كومبنسيشن. البي اتش طبيعي والقيمتين التانيين ابنورمال بتكون حاله كومبنسيتد. البي اتش ابنورمال القيمتين التانيين ابنورمال وعكس بعض بيكون بارشال كومبنسيتد. واحده ابنورمال والتانيه طبيعيه بتكون حاله انكومبنسيتد. الاثنين في نفس الاتجاه بتكون حاله ميكسد. طيب بندخل بعد كده على حاجه مهمه جدا وهو الانايون جاب. دي اداه تفسير مش تشخيص بنستخدمها في حاله بس الميتابوليك اسيدوزز. وظيفتها تقول لك هل سبب الحموضه ده زياده احماض ولا فقد بيكارب. المعادله الصح اللي بنستخدمها معانا ان الانايون جاب بيساوي الصوديوم بتطرح منه مجموع البيكارب والكلورايد. دي المعتمده كلينيكيا. البوتاسيوم مش بيتحسب لان قيمته صغيره جدا ومتغيره واضافته بتعمل لخبطه اكتر ما تفيد. فلو شفت معانا معادله الانايون جاب بيساوي مجموع البوتاسيوم والصوديوم وبتطرح منهم مجموع الكلورايد والبيكارب دي موجوده في بعض الكتب القديمه بس مش مستخدمه عمليا وبتوسع النورمال رينج من غير داعي. الخلاصه في الشغل او في الامتحان او في الاي سي يو احسب من غير بوتاسيوم. النورمال رينج الصح بيعتمد على الجهاز نفسه فقديما كان النورمال رينج بتاعنا 12 زائد او ناقص 4 يعني من 8 ل 16. اما حديثا بقى لما ضاف مودرن انالايزرز بقى معانا 7 زائد او ناقص 4 يعني النورمال رينج من 3 ل 11 يعني غالبا ممكن تحسب النورمال رينج من 8 ل 12 وبيختلف حسب المعمل. بس كده الانتربريتيشن هنا
هنا لو بصيت عليه ولقيته عالي يعني هاي انايون جاب ميتابوليك اسيدوزز، ودي معناها زياده احماض، يعني نسبه الهيدروجين عاليه فاكل الباي كارب فعلى الانايون جاب. اشهر الاسباب هنا زي مثلا اللاكتيك اسيدوزز والكيتو اسيدوزز والرينال فيرلير، ميثانول والاثيلين جلايكول. طيب لو لقينا نورمال انايون جاب ميتابوليك اسيدوزز، يعني الحاله كانت ميتابوليك اسيدوزز بس الانايون جاب معانا نورمال، فهنا بيكون فاقد باي كارب والكلورايد يعلى عشان يعوض، الانايون جاب يفضل طبيعي. اشهر الاسباب هنا بيكون دايريا او رينال توبيولار اسيدوزز او نورمال سلاين انفيوجن او اسيتازولاميد. النقطه الثقيله هنا بقى دور الالبيومين. الالبيومين ده بيكون اكبر انميجرد انايون، فنقصه بيخلي الانايون جاب بيقل بشكل كاذب، فممكن الحاله تبقى لاكتيك اسيدوزز لكن انايون جاب يطلع نورمال. علشان كده اي مريض اي سي يو عنده انايون جاب طبيعي لازم نفكر على طول في الهايبو البيومينيميا. فبنعمل هنا معادله تصحيح بقى بنسميها كوركتد انايون جاب. بنجيب الانايون جاب اللي حسبناه وبنجمع عليه 2 وبنضربهم في 4.5 ناقص الالبيومين. الخلاصه معانا الانايون جاب مش رقم وخلاص، ده طريقه تفكير، فلو عالي تعرف على طول ان في احماض مستخبيه، لو طبيعي الباي كارب هو اللي ضايع، ولو المريض تعبان والانايون جاب طبيعي ساعتها دور على طول على الالبيومين. معانا بقى اقوى 3 امثله للاي بي جي مجمعه للفيديو كامل على بعضه، ركز معايا فيهم. اول حاله معانا لقينا البي اتش 721 اسيدوزز، البي اي سي او 2 لقيناها 28 دي حاله الكالوزز، الاتش سي او 3 11 فدي حاله اسيدوزز. طبعا بي اتش اسيدوزز وباي كارب اسيدوزز تعرف على طول ان دي حاله ميتابوليك اسيدوزز. ممتاز. طب عايز اعرف مستوى الكومبنسيشن بتاعها. هنا كان البي اتش ابنورمال والقيمتين التانيين ابنورمال وعكس بعض، فدي حاله كانت بارشال كومبنسيتد. طيب البي اي او 2 معانا كانت 55 فدي حاله سيفير هايبوكسيميا. طيب خلونا بقى نخرج الانايون جاب مره واحده. المعادله بتاعتنا الصوديوم بتطرح منه مجموع الكلورايد والباي كارب، هيطلع معانا 140 تطرح منهم 100 زائد 11 معانا 29 فده بيكون هاي انايون جاب. فمعناها الانتربريتيشن كامل كده بيكون ميتابوليك اسيدوزز with partial respiratory alkalosis and severe hypoxemia with high anion gap، او ممكن نختصرها partial compensated metabolic acidosis with severe hypoxemia with high anion gap، وده مثال لسيبتيك بيشنت with lactic acidosis. المثال الثاني معانا لقينا البي اتش 748 دي حاله الكالوزز، البي اي سي او 2 كانت 55 اسيدوزز، الاتش سي او 3 40 الكالوزز، فلقينا البي اتش الكالوزز والاتش سي او 3 الكالوزز فدي حاله ميتابوليك الكالوزز. ممتاز جدا. نشوف نوع الكومبنسيشن. طبعا البي اتش كانت اب نورمال، بصينا على الاثنين التانيين كانوا اب نورمال وعكس بعض فدي حاله بارشال كومبنسيشن. جميل جدا. بصيت على البي اي او 2 لقيتها 60 فديت كانت حاله مودريت هايبوكسيميا. جميل جدا. نطلع الانايون جاب. الصوديوم نطرح منه مجموع الكلورايد والباي كارب 138 نطرح منها 90 زائد 40 فطلعت 8 ودي حاله نورمال فبيكون نورمال انايون جاب. فبنعمل انتربريتيشن كامل كده ميتابوليك الكالوزز with partial compensation respiratory acidosis with moderate hypoxemia and normal anion gap، وده مثال لحاله سي او بي دي بتاخد دايوريتكس. طيب معانا المثال الثالث بقى لقينا البي اتش 7.30 الحاله هنا اسيدوزز، شفنا البي اي سي او 2 60 الحاله هنا اسيدوزز، الاتش سي او 3 29 الحاله هنا الكالوزز. فطبعا احنا بنمشي مع البي اتش، اللي ماشي مع البي اتش هو البي اي سي او 2 فالحاله هنا ريسبيريتوري اسيدوزز. ممتاز. بصينا على البي اي او 2 لقيناها 48 فدي حاله سيفير هايبوكسيميا. احسنت. طيب خلينا نخرج بقى الانايون جاب. زي ما احنا عارفين المعادله بتاعتنا الانايون جاب الصوديوم نطرح منه مجموع البايكارب والكلورايد 135 ناقص 100 زائد 29 طلع لنا 6 فده نورمال انايون جاب. هنشك. ليه هنشك؟ لان الحاله ديت الالبيومين بتاعها هو 2 جرام بير ديسيلتر، يعني قليل جدا، لان الالبيومين الطبيعي معانا بيكون من 3.5 ل 5. طيب نعمل المعادله الثانيه كوركتد انايون جاب. بنجيب الانايون جاب الاولاني اللي احنا حسبناه اللي هو 6 نجمع عليه 2 ونضربه في 4.5 ناقص الالبيومين اللي هو 2 هيطلع معانا 11. وطبعا زي ما ذكرت ليك على حسب المعمل بتكون الارقام، فالحاله دي معانا بتكون هاي انايون جاب. ممتاز. خلينا بقى نجمعهم كلهم في انتربريتيشن كامل هيكون ريسبيريتوري اسيدوزز with partial metabolic compensation. ليه partial هنا؟ لان قلنا البي اتش بتكون ابنورمال والاثنين التانيين ابنورمال وعكس بعض. تاني نكمل انتربريتيشن كامل respiratory acidosis with partial metabolic compensation with severe hypoxemia and corrected high anion gap metabolic acidosis. طيب ملحوظه مهمه هنا جدا، اكيد بتسال نفسك ليه بنمشي هنا الكوركتد انايون جاب مع ان الحاله respiratory acidosis؟ ببساطه يا صديقي لان البرايمري ديس اوردر بيتحدد باللي مفسر اتجاه البي اتش مش بقيمه الانايون جاب. البي اتش بيكون 7.30 ودي اسيدوزز، فالسبب اللي ماشي مع البي اتش هو البي سي او 2 فالحاله دي طلعت ريسبيريتوري اسيدوزز. لكن تصحيح الانايون جاب كشف هاي انايون جاب ميتابوليك اسيدوزز مخفيه كانت مش واضحه
بتروحها بسبب نقص الالبيومين. علشان كده ينفع جدا الريسبيراتوري اسيدوزيس يكون هو الاساس ومعاه ميتابوليك اسيدوزيس مصاحبه، يعني ميكسد ديس اوردر، والانايون جاب هنا اداه كشف مش اداه تحديد الاتجاه الاساسي، ونقصه يقلل الانايون جاب ظاهريا. علشان كده بنستخدم الكوركتد انايون جاب. ممتاز جدا. والحاله ديت كانت مثال لمريض سي او بي دي في الاي سي يو وعنده سيبسيس وهايبو البيومينيميا. طيب خلونا هنا نلخص الحلقة كلها، ولنكن نلخصها على المثال ده. كان معانا interpretation respiratory acidosis with partial metabolic alkalosis with severe hypoxemia with high anion gap. ده interpretation كامل. فأول كلمة معانا كانت respiratory، هنا ممكن تكون metabolic. دي بتقول لك المشكلة جاية منين. لو respiratory يعني المشكلة في الرئة، ليها علاقة مباشرة بالبي سي او 2، فلو كان عالي معنى كده ان هو respiratory acidosis، ولو كان قليل معنى كده ان هو respiratory alkalosis. دايما اسأل نفسك البي سي او 2 عالي ولا قليل. الميتابوليك يعني المشكله في الكلى او الايض، ليها علاقه مباشره بالاتش سي او 3، فلو عاليه بتكون ميتابوليك الكالوزز، ولو قليله بتكون ميتابوليك اسيدوزز. اسال نفسك هل الاتش سي او 3 قليل ولا عالي. الكلمه الثانيه معانا اسيدوزز، ممكن تكون الكالوزز. ده بتتحدد حسب البي اتش، وقلنا لو بي اتش اقل من 7.35 ده اسيدوزز، لو اكتر من 7.45 ده الكالوزز. البي اتش لو طبيعيه بندخل على قصه الكومبنسيشن وبنشوف النظام اللي ماشي مع البي اتش هو السبب الاساسي. النظام الثاني بيبقى تعويض. فكلمه بارشال او فولي او انكمبنسيتد او ميكسد جمعناها كلها في الجدول ده، ودي درجه التعويض. ومعنى كلمه البارشال كومبنسيتد في الانتربريتيشن ده يعني في تعويض بس البي اتش لسه مش طبيعي. بعد كده الهايبوكسيميا دي بنعرفها من البي اي او 2، فلو اكتر من 80 ده نورمال، لو اقل من 80 مايلد هايبوكسيميا، اقل من 70 مودريت، اقل من 60 سيفير. وبرده معانا مصدر ثاني وهو الجدول ده، ودي ملهاش علاقه مباشره بالبي اتش، بس دي تقييم للاكسجين فقط. بعد كده نقطة الانايون جاب دي بتشرح سبب الميتابوليك اسيدوزز. وطبعا معانا المعادلة الأساسية إن إحنا بنجيب الصوديوم بنطرح منه مجموع البيكرب والكلورايد. النورمال رينج بتاعه بنعتبره من 8 ل 12 أو حسب الجهاز وقيمة المعمل اللي أنت محلل عنده. فلو كان معاك هاي انايون جاب دي حالات بتظهر مثلا في اللاكتيك اسيدوزز والكيتو اسيدوزز والرينال فيرلير. فلو طلع معاك نورمال انايون جاب مع ميتابوليك اسيدوزز نفكر على طول في الدياريه والصلاين انفيوجن والاسيتازولاميد، وساعتها نستخدم التصحيح للالبيومين كوركتد انايون جاب بالمعادله اللي قلناها. الانايون جاب اللي حسبناه زائد 2 ضرب 4.5 ناقص الالبيومين، علشان الالبيومين هو اكبر انميجرد انايون فنقصه بيزور نتيجه الانايون جاب. الخلاصه النهائيه في الانتربريتيشن ده الريسبيراتوري اسيدوزز مشكله في الرئه يعني البي سي او 2 عالي، with partial metabolic alkalosis الكلى حاولت تعوض برفع الاتش سي او 3 لكن البي اتش لسه ابنورمال، with severe hypoxemia لان البي او 2 اقل من 60، with high anion gap سبب الحموضه هو زياده الهيدروجين مش فقد البيكارب. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. حاولت اشرح لكم الموضوع خطوه بخطوه مش عشان نحفظ لكن عشان تفهم وتعرف تطبق بايدك. لو وصلت معايا لحد هنا فانت كده جاهز تفك اي بي جي قبلك باذن الله، سواء في اي امتحان او في الطوارئ او جوه الاي سي يو. لو عجبك الفيديو واستفدت ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه علشان يوصلك كل جديد. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.